أحيانا الحياة بتحطك قدام اختبار بسيط، لكن النتيجة فيه بتحدد شكل حياتك لسنين. كل حاجة كانت ماشية زي الخطة بالظبط لحد ما جرس الطوارئ رن وحساباتي كلها اتقلبت. سامح موظف في شركة برمجيات، بيحب يعيش حياته يوم بيوم، أي حاجة تيجي في باله بيشتريها. سامح كان شغال وبيقبض كويس ومعاه موبايل شغال زي الفل، لكن هو بقاله فترة حاطط عينه على موبايل جديد. هو غالي شوية عشان الكاميرا والأداء والألوان اللي تعجبك وكمية الأوبشنز اللي كانت بالنسبة لسامح أحلام. سامح كان عارف إن فرح أخته بعد 8 شهور، والبيت كله كان بيخطط فعليا على حسب الوقت ده. سامح كان عارف انه اول واحد لازم يشارك في تكاليف الفرح ده فرح اخته الصغيرة. طيب والموبايل اللي بتحلم بيه يا سامح؟ ما تقلقش هتشتريه. سامح بالفعل كان عارف ومتأكد انه هيحضر الفرح بالموبايل الجديد، خصوصا بعد ما عرف من والدته ان كمان ممكن الفرح يتأجل تاني. قال في نفسه لسه في وقت، اشتري الموبايل دلوقتي واكون جمعت فلوس تانية قبل الفرح. انا بشتغل وبتعب، لازم اعيش حياتي ولا ايه؟ لكن في ليلة عادية جدا وهو قاعد بيتفرج على المسلسل جاله اتصال من والدته. سامح بيبص في التليفون وكلمة ماما منورة الشاشة، بس كان بيقول في نفسه ماما مش متعودة تتصل في الوقت ده، يا ترى في ايه؟ واول ما حط التليفون على ودانه: سامح لازم تيجي دلوقتي حالا، احمد خطيب اختك لسه مكلم ابوك وقال انه جاي. ليه يا ماما؟ خير في ايه؟ حصل ظرف ولازم نقدم فرح اختك للشهر الجاي. ليه يا ماما؟ احنا مش متفقين بعد 8 شهور؟ وكمان حضرتك قلتيلي انه ممكن يتأجل تاني. ايه اللي حصل؟ خطيب اختك جات له البعثة ولازم يسافر في خلال شهرين بالكتير، وكمان القاعة القديمة اتقفلت فجأة والعريس واهله لقوا مكان قريب، لازم نتحرك بسرعة ونكمل باقي المصاريف. سامح اتجمد، حسابه البنكي شبه فاضي، والموبايل كان خلاص على وشك انه يشتريه. حس انه متورط، كان المفروض يكون عنده مبلغ جاهز للطوارئ، لكن الحقيقة انه عاش كل الشهور اللي فاتت كأن مفيش بكرة. بعد ليلة طويلة من التفكير والاتصالات، سامح قرر يبيع بعض الحاجات اللي مش بيستخدمها ويسحب من بطاقة الائتمان عشان يقدر يشارك في المصاريف. هنا بقى المشكلة الحقيقية، سامح ما كانش عنده صندوق طوارئ ولا فلوس حاططها على جنب لمواقف زي دي. كان عايش زي ناس كتير، كل لما تيجي فلوس يصرفها على حاجات هو عايزها دلوقتي، مش على حاجات هو محتاجها بجد بكرة. وبعد ما سامح دفع الثمن كان يوم الفرح مليان فرحة، لكن جوه قلبه احساس بالندم، لانه عرف ان المشكلة مش في الموقف، المشكلة انه ما خططش من البداية. سامح كان فاكر ان الوقت في صفه، لكن الحقيقة ان غياب صندوق الطوارئ خلاه يقع في ضغط مالي كبير واضطر ياخد قرارات صعبة عشان يلحق الموقف. اللي حصل مع سامح بيحصل مع آلاف غيره. لما ما يكونش عندك صندوق طوارئ، أي ظرف غير متوقع بيقلب خططك ويخليك تضحي بأحلامك أو تتورط في ديون. صندوق الطوارئ مش رفاهية، ده حزام الأمان المالي. لو كان سامح بيحوش حتى 10% من دخله لصندوق الطوارئ شهريا، كان قدر يشارك من غير ما يبيع حاجاته أو يسحب من الكريدت كارد بتاعته، وكمان كان ممكن يشتري الموبايل اللي كان عايزه. ابدأ النهاردة حتى لو بمبلغ صغير، 100 أو 200 أو 300، أي رقم، المهم إنك تلتزم، لأن الأمان المالي مش بيتبني في يوم، لكن بيتبني من أول جنيه بتحطه في مكانه الصح. القاعدة هنا واضحة، صندوق الطوارئ مش رفاهية، ده خط دفاعك الأول. قبل أي رفاهية حط أولوياتك المالية، وأول أولوية هي صندوق الطوارئ، مبلغ يكفي من 3 ل 6 شهور لمصاريفك الأساسية. ده مش رفاهية، ده خط الدفاع الأول ضد الظروف اللي مش في إيدك. ابدأ حتى لو بمبلغ بسيط، لكن خليه عادة شهرية، لأن الطوارئ مش بتيجي في مواعيد. مهما كنت عارف مواعيد التزاماتك، الطوارئ ملهاش ميعاد. خصص جزء من دخلك كل شهر للطوارئ، على الأقل يكون عندك اللي يكفي مصاريفك الأساسية من 3 ل 6 شهور، ساعتها هتحس بالأمان. اشتري الرفاهيات من الفائض بعد تأمين الأساسيات، مش العكس. صندوق الطوارئ مش رفاهية، ده خط الدفاع الأول عن حياتك المالية. استنونا في الحلقات الجاية، هنشوف ونسمع قصص من قلب الواقع، ناخد منها التجربة ونتعلم منها قاعدة مالية تعيش معانا طول العمر. دمتم بخير وإلى اللقاء.